السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. انا جاية النهاردة اسير الجدل، جاية اقول لكم على حاجة انا اشتغلت عليها فترة وبقالي فترة بجد بجد ببحث فيها وبدور على كل حاجة طبيعية ممكن تفيدني وتفيدكم، لان انا مقتنعة تماما مليون بالمية ان انا كل ما اكتر كريمات على بشرتي كل ما جلدي بيخف، او كل ما احاول ان انا اقشر كل ما باخد طبقه من الجلد معايا. فبدور على حاجه اللي هي تديني فوليوم او تديني سماكه لجلدي علشان الدنيا تبقى معايا احلى حاجه. تمام كده. وخصوصا الناس اللي بتتقدم في السن، وزي ما بقول لكم على طول الناس اللي دايما تقول لي انت بتقولي انت عندك 80 سنه. حبيبتي انا بهزر والله، لو داخله على 80 كده زي حالاتي يبقى الوصفه دي هي اللي هتنفعك. هقول لك على حاجه حلوه قوي. هتجيبي لي قلقاسه حلوه كده كبيره، أنا مش عايزاها تتغسل، انا عايزاكي تقشريها زي امك ما كانت بتقشرها. تمسكيها كويس وتقشريها وتمسحيها كويس جدا، وتقطعها لي شرايح سلايز اي حاجه، وتحطيها على شاشه نظيفه وبيضه وتحطها لي في الشمس. تمام كده. عايزاها تنشف خالص تعضم، وبعد كده عايزاكي تضربها لي في الكبه ضربه مبرحه لحد ما تبقى زي النشا بالظبط. عايزه احلف واقسم بربي لا تدعي لي عمرك كله. عايزه اقول لك ان ده الكولاجين الخام. هتجيبي لي القلقاسه بعد ما نشفناها وتطحنيها كويس جدا 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 جدا، وتنخليها مره واتنين وتبقى زي البودر بالظبط زي النشا. هتاخدي لي معلقه من القلقاس ده او البودر ده على معلقه لبن بودره على معلقه عسل، وتعجنيهم بلبن حليب وتحطيها على بشرتك ماسك مرتين في الاسبوع. ده لو انا عايزه بياض ونضاره وشد شد شد بقى، شد شد يعني. سيبيها لحد ما ينشف ويعضم خالص. ولو انت عندك اللزقات بتاعه الميك اب، اللزقات دي الزقي وحطيها علشان تفرد معاكي. تمام كده. طب قبل اماني انا عايزاها تديني فوليوم او تديني آه آه انتفاخ، عايزه انفخ يعني. نفس معلقه البودر بتاع القلقاس دي، وهتجيبي لي معلقتين حلبه وتطحنيهم، تنقعيهم في ليله كامله في نص كوبايه ميه، بعدين تضربيهم بالهاند بلندر كويس جدا جدا، وتاخدي نفس معلقه البودر من القلقاس تحطيهم على الحلبه وتعمليهم لي ماسك يوم او يوم لا. عايزه اقولك ان انا شغاله على الوصفات الطبيعيه دي وعلى الماسكات دي. هعمل لك من الحاجات دي حاجات مش ممكن تتخيليها ولا تيجي في دماغك. انا مؤمنه وعندي يقين، يقيني بالله طبعا، وعندي يقين ان كل الحاجات المستحضرات المستحدثه دي موديانا في حته تانية، مش في حته تانية، في تالتة او في خمسة كمان. فانتي جربي الوصفه دي وقولي لي ايه رايك. طب اقول لك على حاجه حلوه قوي، والله كمان يمين، ان الباودر بتاع القلقاس ده او القلقاس اللي احنا طحنينه ده، لو حطيتيه في كوبايه لبن على الصبح وحلتيها بعسل، كوبايه لبن سخنه وقلبتي كويس وحلتيها بعسل وشربتيها، والله لا تدعي لي. بصوا، اختراع اختراع اختراع. طب اقول لك على حاجه، ان الباودر ده لو انت حطيتيه مع الحنه وحطيتي عليه وعجنتي الحنه بكركديه وحطيتيه، هيخلي شعرك حرير ويخلي ملمسه حرير ويفرده كمان بنسبه حلوه ويخليه متهدل زي شعر الهنود. تابع الوصفات اللي جايه اللي انا هقوله بعد كده، حاجات مش ممكن آم، مش ممكن حاجات تدخل العقل. عايزه لما حد يقول لك على وصفه تقعدي وتسمعيها كده وتقولي ده ممكن يبقى كذا. زي ما هقول لك على الكوارع او المواسير او النخاع، لسه شغاله عليها وجبت اكياس صغيره وعملتها كده مكعبات وعملتها اكياس صغيره كده عشان اجرب واشوف. انا مش بعمل كده علشان انا مستحيه من تجاعيدي، ولا عشان انا مستحيه من شكلي، ولا عشان انا عايزه ابقى فيرجينيا بعد ما عدى بيا العمر، لا خالص. على فكره، ابدأي بدري علشان تعيشي طول عمرك مرتاحه وسعيده. ابدأي بدري ودخلي حاجات في روتينك طبيعيه، هتعيشي مستمتعه جدا. ما تفكريش انك تلزقي رموش. انا اولى الناس باي حاجه من اللي بقولها لكم دي. يعني انا ممكن اي حاجه من اللي انا بقولها لكم دي اعملها ببلاش فور فري من غير ما ادفع مليم، في سبيل ان انا اطلع اقول لكم اعملوها. والله يعني انا ممكن اعمل لاشز ودايمه وثابته وي واطلع اقول لكم دي حلوه وجميله زي الناس ما بتعمل. انا ممكن اروح احقن دول فيلر واعمل بقي فيلر وارجع اقول لكم دي حلوه قوي، ده الترند اللي شغال. ولا في دماغي ولا قصه، ولا ارضاها عليا ولا عليكم. مش عشان حاجه، مش عشان مصاريف ولا عشان فلوس، عشان انا عايزه، انا اتربيت على كده، على الطبيعي.
فانا في حاجات ينفع معاها ان انا اقول لك اعملي، وفي حاجات اقول لك لا اوعي تعملي. يوم ما ينفع ان انت تعملي هقول لك بدري واعملي، ويوم ما احس ان انا هقدر اعمل حاجه من دي هروح اعملها واخدكم معايا. بس والله لا تجربي الوصفه دي. وعايزه اقول لك على وصفه تانية كمان بقى لا خليها في فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. الوصفه اللي جايه هتبقى لتحفيز هرمون الاستروجين، وازاي تخلي نفسك كيرفي بدون اي مجهود وبدون عمليات ومن غير ما تروحي وتروحي وتروحي. تيجي واحده مجتهده او كرييتيف تقول لي ما تعملي لنفسك. حبيبتي انا معديه ال50 سنه، انا نناه وبراحتي، محدش بيحاسبني. انا لا عايزه اتجوز ولا عايزه اتخطب ولا عايزه اي حاجه. انا بيتي واهلي وحبايبي واللي بيحبوني حابيني كده على وضعي. انا كل الناس حابيني على وضعي على فكره، فمش محتاجه اعمل اي حاجه. فانا بقول لك عايزه تعملي اوكي زي الفل دن، مش عايزه تعملي براحتك وازي لايك اللي انت عايزه تعمليه. وميرسي جدا 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 جدا، ويا رب اكون ضفت لك معلومه مفيده. اشوفكم على خير.